هقولك على طريقة سهلة قوي لليمون تخليه في 10 ايام بالظبط وهتاكليه. في الاول هاتي 2 كيلو ليمون وبالطريقة اللي انت شايفاها دي كده فتحيه. بعد كده هتحطي حلة مية على النار وانزلي بيه الليمون في المية و5 دقايق بس تسيبيه. وهاتي طبق غويط نعمل الخلطة فيه، وهاتي باقي عصير الليمون مكان ما قطعتيه في الطبق حطيه، وعليه نص كوباية عصفر ومعلقتين كبار حبة البركة وكوباية ملح، وعليهم زودي معلقتين كبار هريسة الفلفل الأحمر. وبكده الخلطة بقت جاهزة مع بعض كلهم، قلبيهم وارجعي لليمون بعد 5 دقايق من المية السخنة طلعيه وروحي على طول على الخلطة. ولما يهدى كده من الحرارة شوية احشي. خلصي الكمية كلها وارجعي تاني حطي حلة مية تاني على النار وفيها معلقة سكر ومعلقتين 3 جزر مبشور وباقي الخلطة اللي كنتي بتحشي بيها في المية برضو ونزليها. ولما المية تسخن انزلي بالليمون بالحشو بتاعه فيها وربع ساعة بالظبط وسيبيه. هتلاقي شوية من الخلطة نزلوا في المية، ولا يهمك قلبي الليمون بعد ربع ساعة بالظبط طلعيه هياخد نسبة حلوة قوي من التسوية. وهاتي البرطمانات وعبيه. وهتلاقي كمان ان كتير قوي من بذر الليمون طلع في المية، ودي حاجة كويسة قوي علشان نتخلص من المرارة اللي فيه. وهاتي المية اللي سويتي فيها بالخلطة اللي فيها واملي البرطمانات بيها وشوية زيت على الوش وغطيها، و10 ايام هتاكلي احلى ليمون. كل ما تقعدي اكتر كل ما هيحلو اكتر.